ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ حالتنا النهارده حاله تسدي، ولكن حاله من نوع خاص جدا، حاله من اصعب حالات التسدي اللي ممكن يواجهها جراح تجميل، وهي حاله بيبقى فيها ناحيه اكبر من ناحيه. الناحيه الكبيره نفسها كمان تحس ان انت لو شفتها من غير ما تشوف الفيس بتاع الراجل ده تحس ان هو فيميل بريست، شبه البريست بتاع الفيميل بالظبط. تعالوا معايا هوريكم الحاله دي من ساعه ما بدأناها ورسمناها ودخلنا نشتغل والنتيجه النهائيه. تعالوا معانا نروح الرحله بتاعت علاج التسدي دي، يلا بينا. زي ما احنا شايفين يا جماعه، دي حاله من اصعب حالات التسدي اللي ممكن نواجهها. الناحيه الشمال تحس انها فيميل بريست بالظبط، تسدي من الدرجه الرابعه، والناحيه اليمين تسدي من الدرجه الثالثه. والحقيقه ان احنا كل ناحيه منهم هنشتغل عليها بتكنيك مختلف عن التاني علشان نوصل لافضل نتيجه ممكنه. ده بعد ما رسمنا الرسمه وحددنا الديزاين اللي هنشتغل عليه في كل ناحيه بالظبط علشان خاطر نوصل لافضل نتيجه ممكنه. ده النتيجه بتاعتنا للناحيه اليمين اللي كان فيها تسدي من الدرجه الثالثه، مشدوده مفيش اي ترهل. الناحيه الشمال لسه موجود فيها الترهل، لسه موجود فيها الترهل، ولسه هنبدا نحل المشكله بتاعتها بعد كده بالديزاين المناسب ليها. لكن الناحيه اليمين بقت كويسه تماما. ده بعد ما خلصنا الناحيه الشمال اللي كان فيها مشكله كبيره جدا، كانت عامله زي الفيميل بريست زي ما قلنا. هنلاقي الثديين مشدودين، ما فيهمش اي ترهل، شكلهم الجمالي مظبوط جدا. وان شاء الله هنوريكم الشكل النهائي بعد العيان ما يقوم